مرحبا متابعينا الأعزاء، شلونكم؟ إن شاء الله تكونوا بخير. اليوم جبت لكم وصفة جديدة لتتبيلة الدجاج. هاي طبعا الدجاجة مذبوحة حية، يعني مو مجمدة. فاليوم حتبلها بصلصة جديدة، وهي صلصة الطماطة بدون إضافة المعجون. ليش ضفنا صلصة الطماطة؟ تعطيها طراوة ونكهة أطيب بعد من المعجون. اعتمدوا حبايب قلبي على هاي الوصفة. المواد اللي ضفتها بالبداية: البهارات اللي شفتوها هي كركم، زنجبيل، وفلفل أسود، وأريغانو، بصل مطحون، وخل أبيض، والبقية التوابل إن شاء الله أذكر لكم إياها في صندوق الوصف. عصير ليمونتين. وبديت أتبل الدجاجة مالتي بهالطريقة هذه. طبعا هم ضفت اللامندوزي تعطيها شوية حموضة. هنا حبايب قلبي بديت أخلي التوابل كلها. أول شي ضفت العصير الطماطة، طبعا مقشرتها من القشر مالتها وضربتها بالخلاط حتى تعطيني شوية نعومة. والكم همين تكون سلسة بالتخمير مالتها. طبعا اللي تحب تخمرها قبل وقت، يعني قبل ليلة، أو يعني مثلا قبل ساعتين عن الطبخ مالتها، تقدرين تتبليها وتستخدميها تعطيك نفس تقريبا الطعم. هنا مثل ما لاحظتوا حبايب قلبي، ضفت ملعقة الشاي مالت اللامندوزي، ملعقتين طعام من الخل الأبيض، أو إذا عندك خل التمر ماكو أي مشكلة. هنا ضفت الأريغانو نصف ملعقة طعام، وضفت نصف ملعقة طعام من البصل المطحون. ضفت زنجبيل، بهارات الدجاج مثل ما تلاحظون، رشة أريغانو، كاري، وكركم كلها ضفتها. هنا البابريكا همنا كلها على رشة. الفلفل الأسود همنا حبايب قلبي خليت همنا مثل ما تلاحظون كلها على رشة. ما نريد نعطيها طعم هو يعني كلها توابل، نريد نعطي نكهة طبيعية تقريبا تكون أطعم وألذ. الدجاج من تتبل بكومة التوابل تفقد يعني طعمها الأصلي. هنا نرش من الكمون حسب البهارات الموجودة عندي. إن شاء الله أذكر لكم إياها في صندوق الوصف يا حبايبي يا غالين. هنا بعد حبايب قلبي هسه بدينا بعملية التتبيلة. شوف لازم أفركها زين الدجاجة على مود التوابل كلها تصير بيها. هاي الفتحات مال الدجاجة ضروري إنه نسويها هيجي على مود يتغلغل التتبيلة داخل الدجاجة. قلت لكم الدجاجة ذبح هي. طبعا أنا ما أكل الذبح الصراحة، بس من شفتها ما قاومت يعني إلا أكلت من عندها. إن شاء الله يا رب أنتم تجربوها وصحة وعافية على قلبكم. بنات اعتمدوا هاي الطريقة إن شاء الله تنال إعجابكم. هنا أنا بعد ما كملتها جبت كيس الشوي. بنات اعتمدوا كيس الشوي، طبعا حينطيكم نتيجة كلش حلوة. هنا أنا حصل عندكم عمليتين في آن واحد، هي حتنسلق الدجاجة وحتنشوي بطريقة صحيحة. احنا كنا كليتنا لاغين فكرة الكيس الشوي، معتمدين على ورق الزبدة وورق الألمنيوم، بس الأفضل صراحة بنات اللي جربته أنا وطلعت لي نتائج صحيحة هو كيس الشوي أفضل. هنا أنا حضرت هذا ورق الزبدة مثل ما تلاحظون. طبعا أنا مستخدمته بس نظيف ما عليه شي، غسلته وخليته، فاستخدمته بالقالب على مود لا عندي يحترق القالب. هنا المواد اللي احتاجتها: التجهيز التمن البرياني، طبعا الكل تحب هاي الشغلات بس بدون إضافة الكشمش واللوز، اللي يحب يضيف بكيفه. هنا حبايبي التتبيلة اللي تكون هي صحيحة: عود الدارسين، القرنفل والهيل، وحبة الثوم، والنو بصرة، ورشة من الكركم. هنا أنا ضفت ملعقة طعام من الزبدة، وهنا شوية من الزيت، ونتيجة التمن صارت تخبل. بنات اعتمدوا هاي الطريقة بدون إضافة أي شيء من عندكم تلاحظون النتيجة كلش روعة. شوفوا هنا الشعرية شلون ألوان كلش حلوة مرتبة. إن شاء الله صحة وعافية على قلبكم. هاي دجاجتنا بالفرن.
شوفوا اللون. هاي بعدني أنا ما طلعتها من الكيس، هنا أنا حضرتها. شوفوا هاي الجهة السفلى مالت الدجاجة، وهاي العليا شوفوا اللون مالتها كأنه جايبتها من الشواية من المطعم، بس صدقوني بنات طلعت أطيب من مالت المطاعم. جربوها وإن شاء الله ألف صحة وعافية على قلبكم. لا تنسونا باللايك والاشتراك وتفعيل زر التنبيهات ليوصلكم كل شي جديد. بنات أذكركم التوابل إن شاء الله في صندوق الوصف، أعوف لكم إياها. مليون عافية.